السلام عليكم. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعمل مع بعض الغدا النهارده. سهل وبسيط ومفيش اسهل من كده. انا جبت بطاطستين بالعدد، يعني مش كتير، هما بطاطستين علشان بس اعمل فرشه للصينيه بتاعتي. انا هعمل فراخ وبطاطس، بس البطاطس مش كميه، يعني حتى لو عندك عزومه برضو ما تعمليش كميه. انا عامله بس ارضيه للصينيه علشان الفرخه ما تتحطش على الصينيه مباشره. تمام. بعد ما احط البطاطس كده في الصينيه، هجيب الفرخه بتاعتي، طبعا غسلها كويس جدا بالدقيق والليمون والجنزبيل، وسبتها منقوعه شويه في المحلول بتاعها ده علشان ما يبقاش فيها اي ريحه زفاره. الفرخه بتاعتي متوسطه، لا هي كبيره ولا هي صغيره. هجيب بقى بصل، فلفل اخضر، عايزه تعملي سبايسي اعملي، عايزه تعملي رومي اعملي، مفيش اي مشكله خالص. وهتحطي معلقه توم في الكبه، اضربي كل ده ببعضه. وبعد كده هنزل بقى عليهم بالبهارات بتاعتي. الخلطة دي هحطها تحت الجلد وهحطها في الفرخة علشان هي هتبقى دي التتبيلة بتاعتي. اظبطي الملح وكمان فلفل اسود. بصي بقى معايا واحدة واحدة كده التتبيلة: ملح، فلفل اسود، حطيت بابريكا، حطيت بهارات فراخ اهي، ده كاري، دي معلقة كاري، ومعلقة بهارات فراخ، ومعلقة 7 بهارات، تمام، ومعلقة توم باودر، ومعلقة بصل باودر. تمام، هي دي التتبيلة بتاعتي. اظبطي ملحك بقى تمام، وقلبي كل ده في بعضه. ومعلقة صلصة كبيرة، معلقة صلصة بس عشان اللون. هقول التتبيلة تاني: معلقة ملح، فلفل اسود، كاري، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، بهارات فراخ 7 بهارات، تمام كده، ومعلقتين صلصة كبار. هقلب بقى كل الخلطة دي كلها على بعضها. تحفة تحفة تحفة، ريحتها تجنن. بعد ما اقلب كله كده على بعضه، هجيب بقى الفرخة بتاعتي وابتدي احشي تحت الجلد. والفرخة بقى كلها على بعضها. انا عملت فرخة وورك علشان عددنا 5 افراد، وكمان حطيت معلقة زيت. الصينية دي تجنن، طعمها تحفة تحفة تحفة، والتتبيلة حلوة. تقدري تحطي التتبيلة دي وتسيبيها في الصينية شوية كده، يعني نص ساعة كده مثلا عقبال ما الفرخة تاخد التتبيلة وتشربها، وممكن تشتغلي فيها على طول. انا اشتغلت فيها على طول وفعلا طعمها جميل، وكل ما تسيبي التتبيلة كل ما تبقى احسن طبعا. زي ما احنا شايفين كده، هجيب بقى الفرخة هفتحها كده شبه الفراشة، يعني هفتحها من عند الظهر وهفردها، وهبتدي بقى احشي كل ده زي ما احنا شايفين كده. واعملي الاكل اللي يريحك، اعملي الاكل بحب، وانتي واقفه في المطبخ سبحي واستغفري وصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. الاكل هيطلع معاكي زي السكر. وخلي دايما عندك اهتمام للذات، يعني الاهتمام الذاتي ده او اهتمامك بنفسك ده مش رفاهيه، دي حاجه ضروريه واساسيه عشان تقدري تكملي، وعشان تقدري تكوني حاضره، وعشان تقدري تكوني متوازنه، وعشان تقدري تحلي اي مشكله في بيتك من غير مشكله، من غير ما تبقي متوتره. دورك في الحياة أصلا أولا إنك تهتمي بنفسك عشان تقدري تهتمي باللي حواليكي. تهتمي بنفسك إنك تبسطي نفسك بأقل حاجة، الحاجة اللي انت بتحبيها. لازم افصلي نص ساعة، اشربي نسكافيه، اشربي قهوة، اشربي عصير، اشربي شاي. المهم انك لازم تفصلي نص ساعة. النص ساعة دي مهمة جدا عشان تفرغي الشحنة بتاعة عقلك علشان ترجعي تشحني تاني وتقدري تكملي تاني. اتعلمي كمان تقولي لا، ما تستهلكيش طاقتك النفسية من غير داعي، مش على أهون سبب نتعصب. فكري، هل الموقف يستحق ان انا اتعصب واتهور وازعق حتى لو لولادي، لو لاي حد؟ لا، فكري 5 دقايق كده. لو لقيتيه ما يستاهلش، ما تستهلكيش طاقتك على حاجة تافهة. خدي كمان جانب كده حب الذات. عارفة لما تحبي نفسك بقى كده هتجبري الناس اللي حواليكي انها تهتم بيكي. يعني انا اعرف ستات لما يجوا ياكلوا تفرق على اولادها الاول وجوزها الاول لا لا لا، زيهم. انا الام لما يلاقوكي بتهتمي بنفسك هم هيهتموا بيكي. لكن لو لاقوكي مش بتهتمي بنفسك ودايما مهمله في نفسك، خلاص هيبقى بالنسبه لهم ده حق مكتسب، فمش هيهتموا بيكي، وترجعي بعد كده تقولي ما حدش بيهتم بيا. بلاش كمان جلد الذات، يعني مش طول الوقت تقعدي تأنبي في نفسك: يا ريتني ما كنت قلت، يا ريتني ما كنت عملت، يا ريتني ما كنت ضربت الواد ده، يا ريتني ما كنت زعقت البنت دي. لا، موقف وعدى وخلاص، بلاش جلد الذات. الإنسان مش كامل،
احنا ما عندناش كمال مطلق، فضروري ان احنا هنغلط ونتعلم من غلطنا. اتخلصي دايما من الضغوط النفسية اللي بتضغط عليكي وعلى اعصابك دايما. ودايما كمان اهتمي بساعات نومك، يعني نامي نوم كافي. مفيش مشكلة انك تسهري، مع ان السهر غلط، لكن علشان تعوضي ده لازم تاخدي كفايتك في النوم. احنا لينا 8 ساعات 7 ساعات ناميهم، لازم تنامي، لازم عقلك ياخد راحته وجسمك ياخد راحته. كمان لو عديتي ال40 لازم تاخدي مالتي فيتامين، يعني لازم تاخدي فيتامينات كتير، تاخدي فيتامين سي، تاخدي كالسيوم، علشان احنا كفاءة عظمنا وجسمنا بيقل بعد سن ال40. اهتمي بنفسك في الحتة دي برضو، لو تقدري تتابعي مع دكتور مفيش اي مشكلة. احنا الاساس، الام هي عمود البيت، لو العمود ده حصل له اي خلل البيت كله هيبقى فيه خلل. ولازم تتابعي ولادك بحرص، يعني اعملي لولادك دايما حاجة حلوة، اعملي دايما كيك بسيط، اعملي لهم عصير، حسسيهم بالبهجة والفرحة في البيت، لان لو انت حزينة هم كمان هيبقوا حزن على حزنك، لو انت مبسوطة هتلاقيهم هم كمان مبسوطين، وخصوصا لما يبقوا اطفال. كمان ابعدي عن التقلبات المزاجية، يعني لو حد بيديكي طاقة سلبية ابعدي عنه، لو هو أقرب الناس ليكي. لو حد طول الوقت بيشتكي ابعدي عنه. طبعا المعلومات أو النصايح دي أنا بديها لنفسي قبل ما بديها لك. طبعا أنا هنا حطيت الفرخة على النار مع كوباية مية، سبتها تتشرب، وبعد كده دخلتها تحت الشواية وبقت زي الفل، وعملتها بحب وأكلنا، وألف هنا وشفا على كل اللي أكل منها. أرجو يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وطبعا ألف هنا وشفا على كل اللي بياكل عندنا لقمة. ما تنسيش تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام وتسيبي لي كومنت. ويلا نختم بقى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام.